برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. حلقة اليوم مشاهدينا نخصصها بالكامل للحديث عن منتدى حوار الثقافات، واللي أسس منذ سنوات عن طريق الهيئة القبطية الإنجيلية لمد جسور من التواصل بين مختلف الثقافات والتقريب فيما بينها، لنبذ بقى العنف والتطرف والأصولية وأي أمراض مجتمعية بنشوفها. الثقافة مشاهدينا كانت وما زالت وستظل هي القوى الناعمة لمصر في الخارج، وهي رهان الغد والخندق الأخير وحائط الصد اللي بنحتمي بيه في الداخل. الشرطة الجيش بيواجهوا الإرهابيين عن طريق السلاح المقنن اللي بيواجه السلاح العشوائي، لكن مواجهة الإرهاب فكرا قبل أن يتحول إلى سلوك دي وظيفة الثقافة، دي وظيفة الحوار. لهذا السبب كان منتدى حوار الثقافات مشاهدينا، ويسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا في حلقة اليوم الأستاذة سميرة اللوقا المسؤولة عن منتدى حوار الثقافات. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، شكرا للفرصه دي. الحقيقة فكرة بناءة ومهمة الحقيقة أن يكون في حوار في المطلق، خصوصا أن في عندكم أو يعني تبع المنتدى حوار عربي عربي وحوار مصري أوروبي ومصري أمريكي ومصري ألماني، في أنواع مختلفة من حوار الثقافات. قد إيه فعلا حضرتك شعرة أن الحوار مهم في المطلق، وقد ايه الثقافه مهمه لنشر قيم زي التسامح، قبول الاخر، ثقافه المواطنه لارساء قواعد دوله المواطنه؟ مره تاني شكرا جزيلا استاذ بسنت للفرصه الجميله ديت. طبعا سؤال الحوار وخاصه قضيه الحوار اليومين دول واهتمام فخامه الرئيس بالحوار ومبادره الحوار الوطني. أنا أعتقد أن فكرة الحوار هي آلية من آليات التواصل اللي مهمة للناس تتواصل فيها مع بعض، سواء عبر الشعوب المختلفة أو كمان عبر نفس المجتمع نفسه، نفس الأفراد الوطن الواحد، الحوار بينهم، لأن الحوار بيبقى هدفه الأساسي هو بناء جسور من الفهم المشترك، وبالتالي هي آلية لفهم الآخر. الهيئة القبطية الإنجيلية، كويس أدي خلفية سريعة عن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. هي واحدة من أقدم الهيئات التنموية في مصر تقريبا. أنشأت في بداية الخمسينيات، ومنذ إنشائها وهي بتهتم بمجالين كبار رئيسيين، في عدة مجالات لكن بالتحديد أكبر مجالين موجودين بتهتم بيهم الهيئة هو مجال التنمية الشاملة المتكاملة والمجال الثقافي. الجناحين الكبار دول داخل الهيئة تحتهم برامج متعددة وآليات مختلفة للعمل. برنامج بيهتم بالفعل الثقافي والإبداع ودور الثقافة والإبداع والحوار. الثلاث حاجات دول مع بعض مهمين جدا، لأن هم برضو بيساعدوا في تقدم وتطور الشعوب، وأي شعوب أنت بتقيسي تطورها ونموها وتقدمها من خلال تطورها في مجالاتها الثقافية وإبداعها الثقافي، وإنها إزاي بتعمل نوع من أنواع التنوع للارتقاء بثقافة شعوبها وبشعوبها. فاهتمام برنامجك بالفعل الثقافي دي حاجة مهمة جدا. يمكن بالتأكيد زي ما قلنا هي رهان الغد بالظبط والخندق الذي نحتمي به ضد أي فكر إرهابي أو فكر متطرف قبل ما يتحول لسلوك. بالظبط كده. سؤالك حوالين الحوار، الهيئة الإنجيلية اهتمت زي ما قلنا انه بمجالات الثقافة. جزء من الثقافة هو كان برامج خاصة اسمها برامج منتدى حوار الثقافات. برامج منتدى حوار الثقافات الهيئة أنشأت المنتدى في عمر الهيئة اللي هو بيقرب من 75 عام. المنتدى عمره 30 عام في عمل الهيئة. بقالكم 30 سنة بقالنا بتجروا 30 هذا سنة عندنا الحوار، برامج ممتاز. متعددة في منتدى حوار الثقافات. بنشتغل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. على المستوى المحلي احنا بنشتغل بالشراكة مع، عندنا ده هدف أساسي شغلنا هو فكرة شراكات، وإن احنا مش موجودين فاعلين لوحدنا، لكن في مجموعات كثيرة بتشتغل، وبالتالي ومعاكم شركاء اشتباكنا كمان أظن. بالظبط كده ان احنا نشتبك مع بعض وان احنا نشترك مع بعض في عدد من الأنشطة والأهداف. ده كان جزء مهم جدا لتعميق وتوسيع مجال شغلنا، ونتعلم من بعض وبنبني على بعض. فعندنا في برامج في منتدى حوار الثقافات خاصة ببناء قدرات الشباب والجيل الوسط. احنا بنعتبره الجيل الوسط، الجيل اللي هو خلينا نبقى شوية صراحة ونتكلم ان في اجيال، وخاصة في فترة السبعينات والثمانينات في مجتمعنا
المصري دي اتربت واتعلمت في فترة زمنية كانت صعبة. أنا بعتقد أنه فترة السبعينات والثمانينات دي كانت فترة حرجة مر بيها المجتمع المصري، كان فيها نوع من أنواع الأصولية الفكرية. دي صحيح. طبعا أثرت على طريقة التفكير، أثرت على المناهج. بقى في جيل مغيب مش قادر يفهم مفهوم المواطنة بشكلها ومفهومها الكامل المتكامل لمفهوم المواطنة. وبالتالي منتدى حوار الثقافات اهتم بالفئة العمرية اللي هي اتربت في الفترة الزمنية دي، وده بنسميه الجيل الوسط، لأن هم اللي هيكونوا قادة المستقبل. طبعا بالشراكة مع عدد من المؤسساتنا الوطنية المهمة اللي مهتمية بالدور ده، كانت منها وزارة الأوقاف، الأزهر، الكنائس المختلفة، الجامعات، المدارس، المؤسسات الإعلامية المختلفة. طبعا وفي الفترة برضو اللي هي مع التسعينات وأوائل الألفين كان في نمو لفكرة السوشيال ميديا والتراديشنال، يعني غابت التراديشنال ميديا وبدأت تظهر النيو ميديا أو الميديا الحديثة، وبالتالي بدينا نشتغل برضو مع المجموعات اللي بتشتغل في النيو ميديا. يعني يعني ما هي هي سلاح ذو حدين، بالظبط. فاحنا نطوعها لخدمة أهدافنا بالظبط. ونشر فكر وثقافة المواطن. فالمنتدى لما اهتم بالفاعلين في القنوات دي او التشانلز المختلفه دي، كان بهدف ان نستخدمها قنوات من اجل نشر ثقافه التسامح والتعدديه والمواطنه وقبول الاخر. ومن هنا ده اللي احنا بنقول هو في برنامج كبير عبر محافظات بنشتغل بيه عبر محافظات الجمهوريه مع جيل الوسط. ممتاز. وتاني بكرر فكره كان يعني كمان مهم خرجتوا بره العاصمة ده وبره بالتاكيد. المدن الشهيرة. اه يعني أسيوط حضرتك عارفة قد إيه عانت فترة طويلة جدا من التعصب، المنيا، حتى الإسكندرية، يعني مناطق كثيرة الحقيقة خرجتم إلى الأطراف. يعني ممكن نوصل لسينا، ممكن نوصل لمرسى مطروح مثلا، هل ده في الخطة أو حدث ممكن بالفعل؟ نوصل لها، لكن انا عايزه اقول انه زي اي حاجه كان فيه اهتمام في بدايه عمل المنتدى. في البدايه من 30 سنه كان فيه اهتمام بالقاهره والاسكندريه، لكن من البدايه ادركنا انه محافظات الصعيد والمحافظات الاقليميه تحتاج وبشده للفعل الثقافي، لانه صحيح. ما تلاقيش مؤسسات ثقافيه موجوده في الوقت ده في طنطا ولا في بنها ولا في الدهقليه ولا في الأقصر ولا في أسوان، رغم إن دي أماكن تاريخية وحضارية، لكن إنك تلاقي فيها تفاعل ثقافي، تلاقي فرص الناس تعبر عن نفسها، تلاقي فرص إن الشباب يكونوا عندهم القدرة إنهم ينشروا بعض الأفكار حتى لو هم عندهم أفكار مستنيرة بس مش لاقيين الفرصة اللي تساعدهم إن هم يظهروا افكارهم دي. فاهتمينا بالمحافظات دي. فبكرر احنا موجودين في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي في منتدى حوار الثقافات، احنا موجودين بكثافه في 12 محافظه من محافظات الجمهوريه. بننمو ممتاز. تدريجيا، احنا مش بنحاول ان لما بنبقى متواجد في محافظه نعمل مدخلات متكامله، وبالتالي ما بقاش بس مجرد حدث وبخرج، لكن كمان وانا موجوده جوه المحافظه من خلال برامج بناء القدرات ومن خلال الشراكات انا بقدر اعمل نوع من الاستمراريه مع المؤسسات اللي موجوده هناك. وبالتالي المؤسسه اللي موجوده هناك هي المسجد، هي الكنيسه، هي جمعيه اهليه، لو في مركز ثقافي طبعا وكل المراكز اللي تبع قصور الثقافه، انديه الشباب ونوادي الشباب، المدارس، كل دول انا بالنسبه لي تعاون مشترك، بنتعاون مع بعض، بندرب القيادات اللي موجوده هناك وبنأهلهم ان هم ازاي يقدروا يكونوا منصات لنشر ثقافه الحوار والتسامح والتعدديه، يعني انتوا وبندي بتربوا فرص لده. كوادر، بتربوا كوادر، هو شغلنا بتستهدفوا مبني على كده. وبتستهدفوا شخصيات ممكن تكون مثلا مؤثرة في المجتمع، مفكر، كاتب، مثلا إعلامي. الإعلام أظن مهم جدا أيضا في طبيعة أو نشر الأهداف والقيم اللي انتوا عايزين تنشروها بطبيعة الحال. مقسمين يمكن طريقة الشغل بتاعنا زي ما نقول فئات أو كاتيجوري. عندي الجزء الخاص بالقيادات الدينية، وده جزء ببرنامج مشترك ما بين الهيئة والأزهر والأوقاف، كل فترة بيبقى في مجموعة مشتركة من قساوسة وعلماء دين، وبنبتدي مع بعض نشوف ايه قضايا وهموم الوطن، ومن خلال مناقشتنا للقضايا الاجتماعية بنتيح فرصة لبناء الجسور والفهم المشترك. لان زي ما قلت من شويه ان الشباب الفئه دي اتربت في وقت هي ما عندهاش معلومات عن الاخر، يمكن فكره، والأجيال الجديدة أيضا شرح. والاجيال يمكن، بس الفئه دي كان بالعكس معلوماتها مغلوطه
فبالتالي بالظبط. زي ما قلت طريقه بالظبط. التعليم ادت معلومات مغلوطه. يعني ما تلاقيش كان في الوقت ده يعرفوا اكتر عن الديانه المسيحيه مثلا، وايه الايمان اللي بيؤمنوا بيه المسيحيين، او طبيعه القضايا المسيحيين بيبقوا مهتمين بيها. فاحنا اهتمينا ان احنا ما نناقشش فكره ما كتب في القرآن أو في الإنجيل، لكن بنناقش البعد الاجتماعي اللي موجود في الأديان. يعني شوف مثلا قضية العدل. قضية العدل مثلا ان نص في مشتركات بين القرآن كل نص قال إيه الاديان، في العدل، المسيحية قالت إيه على العدل. فبنبص نلاقي ان قواسم المجموعات دول مشتركه. لقيوا فيه احنا عندنا قيم واحده. صحيح. وبالتالي بدأنا ندور اكتر ونشتغل اكتر ازاي ننشر المساحه المشتركه، وهي كبيره على فكره، وهي الأغلب، هي كل حاجة تقريبا في العلاقات الاجتماعية وفي البعد الاجتماعي في ديننا. فبالتالي بيكتشفوا انه احنا اختلافنا هي طريقة عبادتنا، لان في النهاية احنا بنعبد إله واحد، وكل واحد بيستمر في طريقة عبادته، وبنحترم اختلافنا في طريقة العبادة. ولكن وده بنص الدستور كمان وفقا للقانون. بالتأكيد، وبنتفق على ان احنا معا لخدمة الوطن والرقي بالمجتمع وبالوطن مع وبدولة المواطنة. في الفئة الدينية كمان. حديثا ومؤخرا لقينا ان المرأة، وانه بدأ يبان اكتر ويظهر فكرة الواعظات، سواء اللي في الازهر او في الاوقاف، او كمان في في الافتاء، في واعظات بيدوا فكر دين وبينشروا فكر الدين وصحيح الدين يعني. لكن كمان في المسيحيه في الراهبات وفي خادمات الكنايس. يمكن المجلس القومي للمراه عامل مبادره ضخمه وكبيره ونعتز بيها، واحنا شركاء فيها ككنيسه. احنا كمان شركاء فيها في مبادره المجلس القومي للمراه. لكن كمان الهيئه الانجيليه عندها برضو مبادره خاصه بدورهم، دور الواعظات والخادمات في الفكر المستنير الديني، ودورهم ازاي يصححوا المفاهيم المغلوطه عن الاخر في من خلال منصاتهم وفرص لقاءاتهم سواء داخل المساجد او في الكنائس او في تجمعاتهم. وبالتالي ده برنامج خاص ببناء قدرات سواء الرجال او النساء. ممتاز. عندنا طبعا في مجموعات زي ما حضرتك اشرتي من شويه، الاعلاميين والميديا قنواتها بقت مختلفه بكل انواعها بكل طبعا، اذاعه، انواعها. تلفزيون، يوتيوبرز دلوقتي. وشبابنا اللي بيشتغلوا في الإعلام بيكونوا متحمسين قوي في البداية إنه هو يبان ويكبر بسرعة. فبغض النظر عن الرسالة الإعلامية اللي ممكن يكون هيقدمها، هو بيدور على الهوت سبوت زي ما بيقولوا، الحاجة اللي السبق تبرزه والحاجات بالظبط. اه لكن كان بيبقى لفترات، خلينا أقول إن مش دلوقتي، لكن لفترات لما بدينا ندور المانشيتات الساخنه والعناوين اللي هي ممكن تخلق كونفليكت في المجتمع وتخلق صحيح. صراع في المجتمع. صحيح. وبالتالي بدينا زي ما نهتم حصل في احداث الزاويه الحمراء زمان لو بالظبط تفتكري كده. حضرتك. كتير ده صحيح. وعناوين كتيره، يعني لا داعي لذكر نوعيه العناوين اللي كانت بتكتب في الجرايد وفي الصحف الصفراء. صحيح. اللي احنا كنا بنقول عليها وقتها دي صحف صفراء، لكن كمان كانت منتشره وكانت بتغذي فئات كتيره وفكر كتير، وناس كتير صدقتها وناس واتاثرت بالظبط بيها. كده. واحنا فعشان كده احنا بنعمل بقى يعني قوة مضادة، صحيح. ان ازاي او تبقى تصحيحيه. ازاي تبقى وسائل الاعلام المختلفة أداة لنشر السلام والتسامح والمواطنة والتعددية والفكر المستنير. ومن هنا بدينا نتعاون مع عدد من القنوات والفئات والمجالات الإعلامية المختلفة، ونعمل برامج لتأهيل الكوادر الإعلامية الشابة إزاي يكونوا أداة إيجابية لنشر الفكر المستنير. ممتاز. طيب أظن أنه منتدى حوار الثقافات له علاقة أيضا بالتنمية الثقافية في المطلق، والتنمية الثقافية على قمة أولويات الدولة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030. قد إيه مهم موضوع التنمية الثقافية؟ احنا برامج التنمية الثقافية مش بنقف بس على برامج الحوارية، لكن كمان على مستوى الإنتاج. فالهيئة الإنجيلية برضو بتنتج عدد يعني لا حصر له من الكتب، وكتب كمان بتخاطب، مش هقول كتب بتخاطب بس المثقفين، في إنتاج خاص بالمثقفين، لكن كمان في إنتاج بيخاطب خلينا نقول المتعلم البسيط اللي هو ما يقدر أنت عندك يعني أكيد جمهور مستهدف بالظبط متنوع بالظبط ومختلف. يخاطب الشباب، يخاطب المرأة، يخاطب الأطفال. وبالتالي أنا لما أجي أتكلم على مفهوم المواطنة، أنا لو عايزة أخاطب الأطفال في مفهوم المواطنة، فأنا عايزة أعلمه مفهوم المواطنة من خلال لعبة. فأنا أو خيال الظل ربما، يعني بننتج لعبة في معينة وسائل كثيرة تقرب له مفهوم المواطنة. أنا عايزة أفهمه إنه فكرة التعاون والعمل المشترك، فهأنتج حاجات
تساعد لغرس هذا المفهوم وهكذا. كمان أفلام ودراما قصيرة وفيديوهات توثيقية، وبالتالي كل دي أشكال من أشكال وأدوات من أدوات الثقافة. يعني بتستخدموا الفنون كمان؟ بنستخدم الفنون. يبقى كل الآليات بتستخدم عشان نوصل لهدفنا. ظني أنه من أهداف الحوار والمنتدى الثقافي هو الوصول للسلم المجتمعي، اللي هو ما نقدرش نعيش أي مجتمع متمدن ما يكونش فيه سلم مجتمعي. وعن قناعة، لأنه لو ما كانش عن قناعة، لو هي هتفضل شعارات بس، يبقى إحنا ما نقلناش خطوة لقدام. إحنا عايزة أحكي لحضرتك الآلية بس اللي إحنا بنشتغل يا بيها، زي ريت. ما كنت بقول من شوية. أنا بنستهدف القيادات الوسيطة إنه يجوا مع بعض ويقعدوا على ترابيزة واحدة. نبدأ في الأول بتبقى لسه كل واحد يعني مش ما عندوش المرونة الكافية إن هو يتفاعل، لكن بيبقى برامجنا مش وان شوت على فكرة، مش لقاء أو ندوة وكل واحد بيروح في أو اتجاهه. بنكلم بعض، أوقات إحنا بنكلم بعض ما بنكلمش الآخر. احنا كمان بنبقى حريصين ان المجموعه دي تستمر مع بعض لفتره زمنيه، لانه لو احنا حسب علم الاجتماع لما قال ان اي مجموعات بتبتدي مع بعض بيبقى في نوع من انواع التفاعل، من اول ان الناس بتبتدي الاول مكسوفه من بعضها او تتعامل مع بعضها صحيح. بحدود، وبعد كده بيحصل اندماج، وبعدين بيحصل كونفرونتيشن او صدام او صراع، وبعد كده بترجع السيركل مره تانية وهكذا. وبالتالي احنا واعيين لفكره الجروب داينامكس، فبالتالي بنحط المجموعه دي في هذا الجروب داينامكس، لانه من الطريقه دي بيقدروا يوصلوا ان هم يلاقوا ان في مساحات عايزين يشتغلوا فيها مع بعض. الاول بيتفقوا، بعدين بيختلفوا، بعدين يدوروا على المساحه اللي عايزين يشتغلوا فيها، ويتحمسوا ان هم ما تعلموه ينزلوا بيه على مجتمعاتهم المحليه، ويبقوا هم اللي كوادر. بينشروا بالظبط، هم اللي اتعلموه من قيم خاصه بمضامين قبول الآخر والمواطنة والسلم المجتمعي. وبنناقش قضايا زي دور المرأة في التنمية، بنتكلم على المسؤولية الوطنية، بنتكلم على قضايا زي دور الدين في التغيرات المناخية، دور الدين والدين ازاي كان داعم لينا للموارد المحلية، وازاي ان احنا ممكن مواردنا حتى لو عندنا موارد محدودة ازاي يكون عندنا نوع من انواع العطف والشفقة والإحسان. وبالتالي أنا بستخدم برضو، أنا عندي مشكلة مجتمعية، ولاني عندي قيادات دينيه، انا القيادات الدينيه هي اللي بتقوم بتوعيه المجتمع انها تعبئه انه يشتغل على الاحتياج اللي المجتمع عايزه. لو انا في وقت المؤتمر التغيرات المناخيه شايفين انه الرجل الدين ليه تاثير كبير جدا من خلال منصاته سواء في المسجد او الكنيسه، لما يتكلم على حفاظنا على البيئه، وانه قد ايه القران او الانجيل حسنا على الارض وحفاظنا على الارض وموارد الارض. وبالتالي بيبص يلاقوا ان ده احنا حفاظنا على البيئه وعلى الارض ده نوع هم من التدين. مشترك، وده هم مشترك صحيح. لانه مرتبط بينا احنا الاثنين، ومرتبط باستمرار حياتنا والاجيالنا. وبالتالي هي دي المساحه المشتركه اللي بتبص ليهم بيشتغلوا بيتحمسوا يشتغلوا عليها مع بعض. فهنا جنبوا مساحه الاختلاف وبداوا يفكروا طب اللي هيخلينا نورث ولادنا واجيالنا اللي جايه بيئه سليمه ونظيفه هو مدى حرصنا على نشر الوعي ده من مفاهيم دينيه مختلفه. طيب أنا حاسة إن الحوار بالشكل ده مش نخبوي. هل استعنتم مثلا بالقائد الريفي؟ يعني الجماعة الإرهابية كان عندها ذكاء اجتماعي للأسف الشديد يعني آنذاك، وكانت بتعتمد على فكرة طرق الأبواب. والقائد الريفي يعني إحنا في القاهرة ما نقدرش، ما يعرفناش علشان نقدر ندخل بيوت الناس دي. فهل تم الاستعانة بناس بسطاء ممكن إن هم يكون ليهم دور وتأثير في البيئة بتاعتهم؟ عايزه اقول لحضرتك فيما يتعلق بفكره الحوار نخبوي او غير نخبوي، مش ده او ده، ده مطلوب وده مطلوب. صحيح. انا ما اقدرش اقول اني شرايح المجتمع المصري اقدر اصنفها كلها بتميل للحوار الغير نخبوي او المجتمع يميل للنخبويه. في مرحله من المراحل وجيل من الاجيال هي محتاجه المرجعيه بتاعتها النخبويه، صحيح. لانه في ناس لازم ترجع لمرجعيتها النخبويه، وبالتالي انا بعمل حوار نخبوي. بس لما بعمل حوار النخبوي انا بعمله من اجل
ان هو يصل للرجل العادي، بالظبط، رجل الشارع. رجل الشارع. وبالتالي ده مهم، لانه انا كمان لما بعمل ده انا بعمله مع مدارس وافكار مختلفه. وبالتالي لما بيلتقوا مع بعض، النخبه لما بتلتقي مع بعض برضو انا بقلل المساحات الاختلاف وبكبر مساحات الاتفاق. لانه النخبه لما بتتحدث مع بعض ممكن الناس تحت بقى على الفئات المختلفه يحصل نوع من الانشقاق. لا انا مش عايزه ده، انا عايزه حتى حوار النخبه في مساحه من الاجريمنت، وده اللي بنعمله على ترابيزه مع النخب، لان احنا برضو قاده فكر وانتلكتشوال على اعلى مستوى بيحضروا الانشطه الثقافيه. طب وبالتالي لوضع السياسات العامة مش أو الخطوط وكمان العريضة. لمناقشه قضيه. لما اجي اتكلم على قضيه المواطنه في التاريخ، انا مهم اني قاده إن الفكر أنا أجذر والمثقفين لها. بالظبط كده هم اللي يطرحوا ده، وابتدي من خلال احتكاكهم مع فئات الشباب، فالشباب يلتحموا مع الفكر ده ويحسوا انه مش فكر حديث جاي عليهم وبالتالي في حد بيضغط في سكه، لا ده من أو إن في البدايه. موضة جديدة او بتقول موضه ثقافة جديده، المواطنة بالظبط كده مثلا. بالظبط كده. وكمان انا عايز اقول لحضرتك لما كنا بنعمل لقاءات وبنجيب، وبالذات لما كنا بنروح محافظات، ولما كان الشباب في المحافظات بيلتقوا مع قادة الفكر والنخب اللي هم بيشوفوهم في البرامج التلفزيونية فشافوهم في ويلاقوهم الواقع. انتقلوا معاهم وراحوا الأقصر صحيح. وأسوان ولقاءات وعايزة أشيد بأنه قادة الفكر والنخبة المثقفة في مصر لا هي بتتحرك وبتروح وعندها هم إنها توصل المفاهيم والمضامين لكل الفئات بكل الطرق المختلفة. وبالتالي كان بيحصل نوع من أنواع الشباب اللي كانوا بيشوفوهم على شاشات التلفزيون بيحتكوا بيهم، فنوع الاحتكاك ده بيخلق حافز جديد لدى الشباب على انه لا انا عايزه اتعمق اكتر، انا عايزه اهتم اقرا اكتر. مش بس انه ما كانش عنده فرصه انه يقرا او ده بتعملي له نوع من انواع الاستماله انه يقرا في الموضوع ويتعمق أنا اكتر. بشكرك جزيل الشكر على هذا الجهد الرائع الحقيقة. منتدى حوار الثقافات محليا وعربيا ودوليا. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذة سميرة لوقا على الجهد اللي بتبذلوه الحقيقة. ويا رب فعلا نستطيع أن احنا ننشر قيم التسامح وقبول الآخر وإرساء قواعد المواطنة في دولة المواطنة. بشكرك مرة أخرى يا فندم، نورتينا، نورتي شاشة التلفزيون المصري والفضائية المصرية. وبشكركم مشاهدينا، وخليكم دايما معانا على شاشة المصرية في ثقافة وإبداع.